غالبا ما تظهر صور المسجد الأقصى في شهر رمضان وفيه عشرات الآلاف من المصلين، ولكن الصورة الأكثر واقعية لحال الصلوات هي كصلاة العصر هذه. لم يكن عدد المصلين كافيا ليملأ حتى صفين من صفوف الصلاة. الحاضرون بعد انتهاء الصلاة هم من طلاب المدارس، حيث يشاركون في الرحلات المدرسية وبعض قراء القرآن. خلال الأعوام القليلة الماضية كانت الدعوات مستمرة للرباط في المسجد الأقصى للتأكيد على أهميته للمسلمين ولصد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية التي ازدادت خلال الأشهر الماضية. معظم علماء المسجد الأقصى انتقدوا بشدة فتوى القرضاوي بتحريم زيارة المسجد، وأكدوا أن الزيارة واجبة وتركه دون حضور سيضيعه بسبب مطامع بعض الجماعات اليهودية المتشددة فيه على حد تعبيرهم. الحق أن فتوى القرضاوي فتوى مريبة محلا ومآلا، فاسدة تقديرا وعلما. لا نرى أنه لأمثال الفقهاء والعلماء أن يختطفوا وأن يخلطوا فتاوى الحلال والحرام لأنفسهم وغاياتهم. الأصل ألا تنقطع عن هذا البيت السبل والزيارات أبدا، كما حض نبي الله، لا يؤخذ بعد نبي الله من كلام. هذا رأي، هذا حقيقة مسيس محزب موجه هذه الفتوى. حركة حماس من جانبها أيدت القرضاوي في فتواه، بينما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الفتوى جاءت من باب المناكفة السياسية حول قضية لا ينبغي فيها ذلك. من هذه البوابات، من بوابات البلدة القديمة، كان يدخل زوار المسجد الأقصى عشرات الآلاف قادمين من مكة أو من دمشق أو من القاهرة، ولكن هذا المشهد قد تغير مع بدء الاحتلال الإسرائيلي للقدس. المقدسيون يقولون إنهم يعانون من التضييقات الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل والضرائب الباهظة، ويرون أن وفود المسلمين الزائرين تساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي في المدينة. 95% من الشركات اللي بتتعامل مع هذا السوق، هذه الأسواق الإسلامية، هي شركات عربية في شرقي القدس. والمطاعم اللي بتعامل معهم مطاعم، اللي بتعامل معهم عتالين، اللي بتعامل معهم جميعهم عرب، والاقتصاد المستفيد هو الاقتصاد العربي في القدس وفي مناطق ثانية. فبالآخر وتعب الشركات وغلبة الشركات اللي بيروحوا بيستثمروا استثمار كبير جدا عشان يجيبوا مجموعات زي هذه، كله بده يروح على الفاضي على أساس إنه سمعوا فتوى صغيرة زي هذه وما بطلوا يجوا على البلد هنا عندنا هون. الزائرون المسلمون الذين تسمح لهم إسرائيل بدخول القدس هم في الغالب من حملة جوازات السفر الأجنبية أو من بعض الدول الإسلامية كتركيا والأردن وماليزيا وأندونيسيا والمسلمين الهنود. ويتطلع المقدسيون إلى اليوم الذي يزور فيه القدس الملايين من العائدين من موسم الحج، كما كان الحال عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي. أحمد البديري، BBC القدس.